هنعمل النهاردة أجمل وألذ وأطعم فول ممكن تاكلوه. بجد فول رهيب، وهتعرفوا الفولة البلدي ازاي ويبقى شكلها ازاي ونعملها ازاي وبطريقة صح. اضافات بسيطة خالص موجودة في كل بيت، هتشوفوا فول طعمه خطير، انضف من بتاع المطاعم بمراحل. وشوية طحينة بقى يا سلام عليهم. دي قناتي اكلات كوكو، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة. لسه ما اشتركش في القناة يشترك، الكلمة الحمراء يضغط عليها، يشرفني اشتراكه في القناة ويفرحني. ولايك للفيديو الجميل ده اللي لسه بقى ما عملش، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل جديد يوصل لكم باشعار ان انا عملت فيديو جديد النهارده. تعالوا نشوفوا طريقه الفول الخطيره دي، بجد طعمه خطير ومستوي عامل زي ما يكون مربى بالظبط، مش فول يعني، الواحده بوحدتها كده وطعمها خطير، بجد رهيب. طريقه سهله واضافات بسيطه موجوده في كل بيت. مش هنتكلم كتير، وتعالوا طريقه الفول دي نشوفها عملناها ازاي، وتعالوا نشوفوا الفيديو. معايا حوالي كيلو من الفول ونقعته كويس. اهم حاجه نقع الفول عشان الفوله تستوي معاكم كويس. وشوفوا الفوله البلدي باينه ازاي ان هي بقى يعني الفوله كبيره كده ولونها فاتح، ما تجيبيش الفوله الصغيره. الفوله الصغيره دي هتبقى تاخد معاكي سوا جامد وهتبقى واحده وواحده. ومعايا حبايه من الجزر، جزرايه واحده، وطماطمتين او 3 طماطمات حسب الكميه اللي انت تعمليها. ومعايا معلقه بيكنج باودر او تاج الملوك، البيكنج باودر او الشيف كيك. ومعايا كوبايه من الفول المدشوش ونص كوبايه من العدس الاصفر. اهم حاجه يا حبايبي ان انتوا تظبطوا كل حاجه حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. لو انتوا هتضعفوا كميه الفول تضعفوا كميه الفول المدشوش والعدس والطماطم والجزر. دي معايا جزرايه، الجزر بيديها لون برتقاني خطير للفول وتسكر الفول. وعلى فكرة العدس لما بتعمليه بالجزر وكتر الجزر في العدس برضو بيعمل طعم حلو قوي في العدس وفي الفول. معايا الجزرايه كلها، هبشر الجزرايه كلها كده اللي معايا، وحبيتين من الطماطم. هتاكلوا اجمل واطعم فول بجد. ومعايا بقى طماطمايه، حبتين طماطم، حابه تخلي الفول احمر اكتر من كده ممكن تكتر الطماطم، بس هو في المعقول بيبقى احسن. يعني خليكي في حبتين من الطماطم. بيدي لون للفول حلو وما بيبقاش احمر قوي. هبتدي ابشرها كده وهي القشره تطلع معايا. اول ما ابشر الطماطميه كده، ما حابين تعملوها في الخلاط اعملوها في الخلاط، انا حبيت اعملها كده على المكنه اللي في ايدي دي او القطاعه اللي في ايدي دي. حابين تعملوها في الخلاط مفيش مشكله، بس عشان حبيت ابشر الجزره معايا فحبيت اعملها على المكنه. هبتدي اخلص خلاص اهي. تابع معايا لاخر الفيديو عشان كلها خطوات مهمه. يعني تابع معايا لاخر حاجه في الفيديو عشان يطلع معاكم الفول زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى كوبايه من الفول المدشوش. كله ده هخلطه الاول. ازاي بقى؟ هنجيب الفول. انا معايا بقى الكيلو الفول اللي انا وريته لكم ده، اللي نقعته 3 ساعات. اهم حاجه تنقعوه 3 ساعات عشان يبقى مستوي حلو، ما يبقاش مدقق معاكم، ويبقى الواحده بوحدتها كده وطعمها حلو. واخلط معاها كوبايه الفول المدشوش اللي انا نقعها برده، وكوبايه ونص كوبايه من العدس الاصفر. غسلته كويس خالص، وابتديت اقسم نص الفول واقسمه ده في النص عشان خاطر يشرب كله من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، الجزر والطماطم والعدس والفول المدشوش كله ببعض. هبتدي ان انزل بقى بالجزء الخليط من تحت وجزء من فوق كده، وابتدي اقلب كده كله ببعضه واقوم حاطاه على النار. اهم حاجه بقى ان انا ما ازودش ميه من الحنفيه، اكون غاليه ميه حلوه كده من بره، ما اجيبش ميه من الحنفيه على طول عشان الفول ما يبقاش طعمه ماسخ معايا، لا يبقى طعمه مسكر كده. اعمل ايه؟ اغلي الميه قبل ما احط ازود بيها الفول. كل ما الفول يبقى عايز معايا ميه ما ازودلوش من الحنفيه مباشره، ازود له ميه سخنه. انا خلاص كده قلبت كله ببعضه. شايفون الفول عامل ازاي؟ وحبيت الفول فاتحه معايا وشكلها جميل ازاي. انا ولعت وقمت ضايفه الميه مغليه على طول، كنت مغليه ميه على النار وابتديت اضيف الفول. حط بقى ملح بسيط، حط زيت، حط كميه قليله عشان ما يملحش منك، حاجات بسيطه كده. وتحط برضو جزء من الزيت، ما تحطيش زيت كتير عشان وانت برضو بتحضري الفول هتحطي له زيت. وابتديت بقى ايه اغطيه عشان ما يسودش معايا، ما افتحش عليه كل شويه عشان ما ياخدش هوا ويسود. انا عايزاه مكمور كده ويستوي معايا، ما يبقاش مسودش. انا خلاص كده ضفت له كده الميه، ما عادش هحط له ميه تاني. هو لو حسيتوا ان هو نشف معاكوا او الميه نقصت معاكوا غلوا له ميه وضيفوه بالميه تاني. ابتديت احرك بقى كده يعني احرك بالمعلقه خالص، وادخل ميه بين الفول كله، واحركه كده تحريكه حلوه. وبعد كده اوطي عليه على نار هاديه خالص. بعد ما يغلي هقوم عصر عليه نص ليمونه كده او ليمونه عشان وشه يبقى حلو ما يسودش. هقوم عصر عليه الليمونه دي، واقوم بعد ما يغلي اقوم موطيه عليه وعلى نار هاديه خالص، واسويه على نار هاديه واسيبه بقى براحته.
ومعلقه بيكنج باودر دي بتخليها فاتحه والفوله حلوه كده معايا. انا يعني جيت احط متدلق مني بعيد. معلقه كبيره كده من البيك باودر هيخلي الفوله معاكي فاتحه وحلوه وكبيره كده وطعمها حلو وما يسودش برضو. دي برضو من الحاجات اللي خلاها الفول ما يبقى لونه فاتح معاكي. هبتدي بقى خلاص هيغلي معايا اهو، هبتدي اوطي النار خالص او تحطيه على السخان الصغير بتاع الفول ده. في ناس كتير بتجيبه وهو مش غالي، بحطه على السخان. انا حطيته على البوتاجاز وسويته في البوتاجاز وفي الحله، يعني كل حاجه قدام عينيكم. سويته في الحله زي ما انتم شايفين كده، ابتدى يغلي اقوم مغطيه بالغطا وموطيه خالص، وحطيت كميه الزيت اللي انا عايزه احطها وكميه الملح اللي انا عايزه احطها. يقعد بقى ساعه، يقعد ساعتين معايا. يعني كل بين فتره كده باجي اشوف بالمعلقه كده واطلع فوله واشوف استوى ولا لا. حطيت كميه ملح قليله كده مظبوطه، وشويه زيت حلوين كده قليلين، ما حطيتش كتير عشان انا بعد كده احط زيت. وابتدي بقى اغطي كده ووطي النار وانسي بقى، سيب الفول بقى يستوي براحته لحد ما يبقى مربى معاكي زي ما الفول طلعت معايا. كل شويه دخلت قلبت مرتين مش كتير عشان ما اعريش الغطا الحله كتير، وشفت الفوله استوت معايا اهي. خلاص انا كده خلاص تمام كده. مش هسيبها بقى، مش هركن الحله كتير. اول ما تدفى معايا خالص هبتدي اكيس الفول، عشان لو انا ركنت الحله ساعه بالظبط الاقي الوش ده غامق خالص. فانا ليه بقى الحق نفسي واقوم مكيساه وهو حلو كده ولونه حلو كده واحطه في اكياس. الحله ده تعمل معايا اكياس يعني كتير جدا. الكيسه بتجيبها بقد كده من بره، لا ده هيعمل معاكي كيس حلوه كده كبيره. وانا غطيته اهو، مش هكمل حاجه واقوم مكيساه في الكيس اللي معايا. خلاص كده هو استوى كده تمام خالص. والفول المدشوش عامله بجد يعني خلي الميه تقيله معايا، مش الميه خفيفه لا. اهم حاجه الفول المدشوش ليه برضو اضافه الفول المدشوش في الفول ان بتلاقي ميته تقيله وحلوه. انا كيسته في الاكياس، وكل كيسه فيها يعني ما شاء الله فيها كيستين، يعني هو كل كميه الفول اللي معايا الكيسه معبيها كتير يعني مش قليل. بألف هنا وشفا يا حبايبي، وما تنسونش في اللايك، ونشوفكم في فيديو جديد.